في عالم الانمي ضروري ما غنشوفوا شخصيات دخلت بواحد الطريقه مهيبه وزيد عليها كان هو اول دور لها. في هذا الفيديو غتشوفوا الهيبه والفخامه كتقطر من العظمه ديال هاد الشخصيات. وقبل ما نبداو الناس ديال الفيسبوك دوزوا لقناه اليوتيوب راه كيتحطوا فيها الفيديوهات قبل من الباج بالنهار ولا اكثر. خاطر هاد الكبرياء اسكانور جا قالوا هو واحد الدري من الوصايا البلاصه اللي خدام فيها اسكانور لقاوه بالشكل الضعيف ديالو حيت كان الليل غاجا الصباح وهو يطفيهم بجوج. وعرفنا القوه والهيبه والكبرياء ديال هاد الشخصيه اللي كان لها دور كبير في نجاح الانمي. في لوك تاون كان فايت بين لوفي وسموكر، هبط عليه سموكر بالعصا ديالو هو يدخل عليه المهيب دراغون. مسكين سموكر قال الله القيمه ديال لوفي كتوصل 30 مليون بيلي. واقيلا النحس مشى وقال لي دراغون محاله ودتي وعلى غموض فاش الشخصيه فيما مشى كيقلب الدنيا بالعجاج والشتا. وكان فرحان فاش عرف لوفي ولا قرصان. عاد اوضه الجوع يا صاحبي كيصاوب شي شخصيه ناضيه كيبقى مخبي حتى كتغمل عاد باش كيتلقى. كيبقى بالمشاهد التاريخيه واول دور الال يا كاميلا يتحمس وصفى داك خونا اللي بان في التلفازه على اساس هو ال. بقى غير كيضحك الضحكه الخبيثه ديالو هو صدمو ال وقال ليه قتلني الا قدرتي. وغير بالعقل عرف شحال من معلومه عليه وكانت بدايه التحدي وصراع الذكاء الاعظم جوج شخصيات. ناخت نائب يامي كان اول دور ليه فاش اصلا بغى يعتق يامي خرج ليه ناخت وبدا كيسب في يامي ولكن خونا طلعت شخصيته مهيبه ودخل على القاده جاو بغاو يهجموا عليه وطلق عليهم 4 الشياطين وجاهم الماء في الركابي. وكان ليه دور كبير في تطور اسطا وعلمو كيفاش يتعامل مع الشيطان اللي فيه اللي ولا من بعد عشيرو. دراكولا ميوك الشخصيه اللي نادرا ما كتبان ولكن نهار كتبان كترونها بحال اول دور ليه فاش كان كيتسركل في البحر هو يشتت السفينه ديال دونكريك بضربه واحده بسيف يورو واحد من اعظم واقوى السيوف في عالم وان بيس. شخصيه ما عندهاش مع الصداع وبغى يعيش حياه مهتنه والهدف ديالو هو يتسنى شي واحد كيتفوق عليه او لا يقدر يتدابز معاه. العملاق الوحش اول دور ليه كان في السيزون الثاني من هجوم العمالقه. ما يمكنش شحال كان مرعب فاش ميكي من فيلق الاستطلاع يطلع الحصان ديالو هو يقبضو زيكي يقرو شي يربي على مولاه. وعاود تاني فاش جا هضر معاه ناري كلشي تصدم كيفاش هاد العملاق كيهضر وكيتحكم في العمالقه. صافي من بعد السيزون الثالث ولا شاورما ديال ليفاي. البيج مام دابا كاين اللي كيقول لي وكيفاش البيج مام وهي اكثر يوم كنت بهدلات. واخا متفق معاك ولكن ما نساوش اول دور ليها فاش كانت كدور بيكوموزو داك راس القهوه هو جاوبها لوفي واش نتيا البيج مام وقال انا هو موركيزي لوفي وغنولي ملك القراصنه. هما يبينوا ريوغا كيسيلو مع داك الصوت ديك الكلسه المهيبه كتقول هادي غتكون شخصيه شي حاجه للخر. ولوفي تا هو علام قال انا اللي كليت لك الحلوه. ديك الساعه جهلات وحلفات تنتقم منه. في انمي هانتر بانت احد الشخصيات المرعبه اللي هي بيتو وحده من حراس الملك مع باش داخله رعدات دوك اللي حداها وبغات تيستي القوه ديالهم مشات ديريكت لكايتو غون وكيلوا وتما فاش صفاتها لكايتو ولكن من بعد غون رونها وبرد فيها غدايدو. ملك الوحوش كايتو من اعظم الشخصيات في تاريخ الانمي. اول مره بان فيها فاش كان بغى يطيح من جزيره السماء ويوضع نهايه لحياته. اللي زاد من الهيبه ديال داك المشهد هو الراوي عطا ملخص بسيط عليه خسر 7 المرات كقرصان تقبض 18 مره وحكموا عليه بالاعدام 40 مره. فاش بغاو يشنقوه تهرسات السلاسل والجسم ديالو ما كيتاثر بحتى حاجه في الارض والبحر والسماء. هو القرصان المعروف باقوى مخلوق. مع طاح جا ديريكت على قراصنه الجيل الاسوء. واحد المشهد تبوريش يا خويا مع داك الرسم والتحريك ديال شيدا حلقه عظمه على عظمه. كيبقى اعظم ظهور في تاريخ الانمي وشكون من غيره اوتشيها مادارا قلب مجريات الحرب وسلخ الشينوبي وبهدل الكاغي وبقى كيلعب معاهم. زيد النيزك اللي كيطلق عليهم بحال شي لعبه بالنسبه ليه كيقول لهم صافي وقفتوا داك النيزك هاكو واحد اخر. وقبل هادشي كامل اي واحد تفرج في ايامات كان مستمر ولا شي واحد ما محروقش عليه الاحداث راه غيتصدم ديال بصح. كيفاش هذا مادارا وتعاود الاحياء ديالو اذا المون ماسك شكون غيكون؟ عندك الظهور ديال مادارا ونيغر من دوور كينغ ديد هما اللي حاكمين في الشتاء اول ظهور بطريقه مهيبه. هكا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو نتمنى يكون عجبكم ولا نسيت شي شخصيه خليوها لي في التعليقات. نشوفكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.